واحد النهار من ايام شهر ماي جات مرة في السن ديال 40 سنه سميتها ساره لمركز الشرطه اللي كان تابع لمدينه كازا باش دير بلاغ اختفاء بنتها عندها 5 سنين وسميتها رانيا خطفوها لها من البحر. البوليس طبيعه الحال غادي يبغيو ياخذوا جميع المعلومات الخاصه بالبنت باش يسهل عليهم يلقاوها. عاودي لينا لالا كيفاش بنتك حتى كانت معك في البحر وهي مازال صغيره وانتي غفلتي عليها حتى خطفوها كيفاش؟ قالت لهم انا عندي مشكله كنشرب كينه ديال الاعصاب وكترخيني بزاف وبنتي كانت كتلعب حدايا في الرمله فاش توقت ما لقيتهاش. قالوا لها البوليس واخا عطينا شي تصويره ديالها. قالت لهم في الدار عندي ولكن عندي تصويرتها في التليفون. سولوها البوليس فين هو اب ديال بنتك؟ قالت لهم ما كاينش. قالوا لها كيفاش ما كاينش؟ واش مسافر واش ميت؟ لا سيدي انا عازبه ساكنه في كندا وفي الاصل كنجي لهنا غير الخدمه وصافي والاب ديال بنتي حتى هو في كندا وكاع ما معترف بها هي بنتي بوحدي. البوليس تعجبوا قالوا لها صافي خلي لينا نمرتك والعنوان ديالك هنا وفاش تمشي للدار وتجيبي لينا التصويره ديال البنت ولا كارت ناسيونال وعقد ازدياد ولا شي حاجه كتبين بلي هذه بنتك. وهي السيده تعجبات كيفاش السيده عقد ازدياد وعلاش؟ قالوا لها لا 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 ضروري وهذه راها اجراءات امنيه عاديه باش نجمعوا المعلومات واش انت عندك شي مشكل. هي تقول له لا ما عندي حتى شي مشكل. المهم ساره مشات بحالها وما رجعتش. الشرطه اتصلوا بها قالوا لها شفناك ما رجعتيش واش لقيتي بنتك؟ وهي تقول لهم لا ما لقيتهاش ولكن صاف ما بقيتش باغيه ندير بلا اختفاء الا كتب دابا ترجع. كيفاش لا كتب دابا ترجع؟ غريب هاد القصه ديال لاله. ساره قطعت التليفون وطفاتو في مره. الشرطه شكوا في هاد المساله مشاو عندها حتى للدار وبداو كيراقبوها من بعيد. اول ملاحظه لاحظوا ان واحد السيده كتجي عندها بزاف وكاين جوج الاحتمالات يا اما تكون صاحبتها ولا شي حد من العائله. الملاحظه الثانيه ان ساره كتتبع عند طبيب نفسي. تبعوا الشرطه هاد البيست ديال الطبيب ومشاو عند الطبيب النفسي وعرفوا باللي ساره عندها مشكل خطير وكتشرب الدواء ديال الاكتئاب. وهنا حطوا احتمال ان ساره ما عندها لا بنت لا والو. هذه كانت مجرد اوهام وتهيؤات حيت هي مريضه نفسيه. مشاو تبعوا البوليس البيست الثانيه اللي هي ديال صاحبتها اللي كتجي عندها ديما. لقاوها هي واحد السيده لاباس عليها وعندها فيلا خارج المدينه ساكنه بوحدها وخدامه ساج فام في سبيطار عادي. البوليس هنا حط علامه استفهام كيفاش هذه ممرضه بسيطه عندها هاد الفيلا ولاباس عليها لهاد الدرجه. القصه فيها بزاف ديال الالغاز. البوليس وقفوا المراقبه وانهم يتبعوا هاد القصه اللي ما عندهاش حل وخصوصا ان السيده سدت الموضوع ديال انها تقلب على بنتها تحمل مسؤوليتها. وهنا سدوا الميل. من بعد 3 ايام بالضبط غادي تجي لمركز الشرطه واحد السيده سميتها جوليا من كندا كتقول لهم جيت عند صاحبتي دقيت عليها حتى عييت ولكن والو ما كتفتحش وتقلقت بزاف ما فهمتش مالها وهي ما عندها حتى واحد هنا. وفاش كنصوني عليها في التليفون كيصوني وكنسمعو كيصوني لداخل في الدار. الشرطه سولوها اسئله عاديه فين كاينه هاد الدار ديال صاحبتك؟ عطاتهم جوليا العنوان. الصدفه غادي يلقاو عنوان ديال ساره. هنا مشاو الشرطه حتى لتما وفرعوا الباب وللاسف غادي يلقاو ساره مشنوقه وكاينه رساله محطوطه فوق الطبله. البوليس داروا اللي عليهم جمعوا داك الشيء كامل مع الشرطه العلميه ومع كل شيء وعرفوا باللي هذه قضيه كبيره لابد يعرفوا السر اللي فيها. فاش شدوا يقراو الرساله كانت مكتوبه باللغه العربيه الفصحى وكتقول فيها ساره باللي هي بغات تقتل راسها لانها كتعاني من الاكتئاب وعيات من هذه الحياه وعندها بزاف د المشاكل. البوليس عطاو الرساله لصاحبتها جوليا قالوا لها ها انت قراي هذه راه الرساله ديال صاحبتك. قالت لهم هذه ماشي كتابه ديال صاحبتي واصلا صاحبتي ما كتعرفش تكتب بالعربيه صاحبتي كتكتب غير بالفرنسي ولا بالانجلي. الشرطه هنا بداو كيشكوا اذا ساره ماتت مقتوله. سولوها واش صاحبتك عندها شي بنت؟ جاوبت جوليا لا صاحبتي ما عندهاش الاولاد نهائيا. هنا زادت الشكوك والقضيه بصح فيها لغز كبير خصو يتفتح. الشرطه ما لقاو حتى شي خط يتبعوه من غير قصه الممرضه. فاش مشاو لعندها للدار ما غاديش يلقاوها. غادي يقول لهم العساس راها خوات كازا وشدت الطريق للمطار. هنا البوليس تاكدوا 100% بان الممرضه عندها علاقه بالقصه ديال ساره.
البوليس داروا اجراءات التوقيف ديالها على ما يوصلوا، وفعلا لحقوها هاربه لايطاليا. السؤال هو علاش هاربه في هذا الوقت بالضبط، وشنو هو السبب؟ اذا القضيه كبيره. مشات الفرمليه لمركز الشرطه وبداو التحقيق معاها، وبدات كتعاود القصه ديالها من الاول، واعترفت بكل شيء. قالت انا فرمليه على قدي، كان عندي حلم انني ندير الفلوس ونولي لاباس عليا بحال الناس الكبار. كنت كنتاجر مع الامهات العازبات، كنبيع ولادهم للناس اللي لاباس عليهم، ومع الوقت كنت كنربح بزاف ديال الفلوس، وهذا الشيء كنت كنديرو انا وواحد الشريك ديالي اللي ما كيبانش بزاف في الواجهه. واحد النهار تواصلت معايا ساره وقالت باللي بغات تبنى شي بنت صغيره تونسها، حيت هي عندها مشكل نفسي، وفي كندا ما بغاوش يعطيوها الحق تبنى حيت هي مريضه بالاكتئاب، وحتى في المغرب هكاك، وبغات شي طريقه اللي غير قانونيه، وانا عاونتها حيت هذه هي خدمتي. البنت اللي جبتها لها هي سماتها رانيا، ومن بعد فاش اتفقنا مع الام ديالها باللي صافي غادي تبيعها، رجعت لعندنا ودارت المشكل وبغات بنتها. ساره ما بغاتش تعطيهم البنت حيت ولفتها بزاف، والام ديال ساره الحقيقيه كانت باغيه تشوهنا، وتبعت ساره وخطفت ليها البنت. من بعد فاش عرفت بقات كتقول لي لا جيبي لي بنتي ولا غادي نمشي نعلم بك البوليس ونخليك تمشي للحبس. كانت كتهددني اسيدي، وانا بغيت نوضع ليها حد حيت هي اصلا مريضه نفسيا وكتعاطى الكوكايين، وكل شيء كان غادي يتيق باللي هي انتحرات، وكتبنا الرساله باش نزيدو ناكدوا باللي هي بصح انتحرات. ولكن انا تفضحت ودمرت راسي. الشرطه حولت الفرمليه للمحكمه وحكمت عليها بالمؤبد، اما الشريك ديالها قلبوا عليه وما لقاوهش، ومن بعد غادي يلقاوه هارب في واحد الفيلاج بعيد ومتنكر تما حتى شدوه. تحققت العداله، ولكن الجريمه عمرها ما كانت هي الحل.